السلام عليكم. اليوم جبت لكم واحد البريوش جديد كيجي زوين بواحد الطريقه اللي سهله وبسيطه، وكتجيب واحد الحجم عائلي وساهل باش كنصايبوه. ما قال ورق ما قال تماره فيها، يعني ساهل هذا البريوش وكيجي لذيذ وزوين ودغيا تتحضر. اول حاجه خديت هنايا واحد الاناء اللي غادي ندير فيه هنا معلقه كبيره ديال الخميره الفوريه، خميره ديال الخبز، وغادي نزيد عليه هنا السكر السنيده. درت هنا 2 معالق كبار ديال السكر السنيده، وغادي نزيد دابا هنا الحليب. درت هنا كاس ونص ديال الحليب وكاس ونص كاس ديال الماء، عفوا نص كاس ديال الماء، يعني هنا المجموع كاس ونص ديال الحليب ونص كاس ديال الماء. صافي كنخلط هكا شويه، نخلي ديك الخميره شويه كتجانس ليا شويه مع الحليب والسكر. خديت هنا حبه واحده ديال البيض ونص كاس ديال زيت نباتيه وصاشي وحده ديال الفاني اللي كتوزن 7 غرام، وصاشي وحده ديال الخميره ديال الحلوى اللي كتوزن 8 غرام، وشويه ديال الملحه، ما نساوش الملحه. وخديت هنا قشره هكا ديال الليمون، غير هكا واحد الماندالينا، لان هاد القشره ديال الليمون كتعطينا نكهه زوينه في هاد البريوش. صافي وغادي نخلط هذاك العناصر مع بعضها. صافي كنتاكد تماما بان داك البيض مبقاش البيضه مجموعه، كنخلطو هكا مزيان. صافي هنا غادي نبدا نزيد هنا الدقيق، انا هنا كنزيد هنا ديما كنعبر معكم بالقياس الكاس ديال العنبه. وهذا البريوش هذا كيجي يكون خفيف، يعني ماشي اللي خفيف ثاني كيتلاصق لنا في يدينا، لا انتما غتلاحظوا معايا القوام ديالو كيفاش كيجي. صافي كنبدا هكا كنخدم هكا بايدي بهذه الطريقه باش كنتحكم في العجينه ونحصل على داك القوام اللي باغا انا. العجينه ما تجينيش قاصحه ديال البريوش، يعني تكون خفيفه. وغادي نزيد هنايا واحد المعلقه هنا ديال الزبده. انا هنا هزات لي هنا نص كيلو هنا ديال الدقيق، 500 غرام، وانتم على حسب النوعيه ديال الدقيق تقدر تهز لكم نص كيلو، تقدر تهز لكم اكثر. صافي حتى لا كنحصل على هذا القوام هذا ديال العجين كما تلاحظوا معايا. وغادي نزيد هنا واحد المعلقه هنايا ديال الزبده اللي غادي نخدم بها هنا العجين، معلقه كبيره ديال الزبده بحال هكا، وغادي نخدم بها هكا العجين مزيان، لان الزبده كتعطينا هاد العجينه كتجي طريه. صافي وغادي نغطيها ونخليها حتى تضاعف لي الحجم ديالها، نخليها على جنب في مكان يكون دافي. تعرفوا دابا الحال بارد يعني ما كتختمرش هنا دغيا. صافي وملي غيتضاعف الحجم ديالها غنعاود نتلاقى معكم. هنا بعد ما تختمرت لي هنا العجينه كما كتلاحظوا معايا، دهنت هنا سطح العمل هنا بالدقيق، لان كما قلت لكم البريوش هنا كيكون خفيف باش كيجينا زوين، خاصو يكون خفيف يعني ما نقصحوش العجينه. صافي غنبقى غادي هكا بهاد الطريقه كما تلاحظوا معايا، وغادي نقسمها على جوج. صافي وغادي نجمعها هكا بهاد الطريقه. صافي نخليها ترتاح غير واحد شويه، تقريبا واحد 3 دقائق بحال هكاك.
صافي هنا بعد ما دازت هنايا 3 دقائق غادي نبدا بالعجينه بالكواره الاولى. غادي ناخذ هنا واحد الدلاك وغادي نطلق هنا العجين. ضروري ما نديرو الدقيق لتحت باش ما تلاصقش لينا. كما كتلاحظوا العجينه ملي كترتاح راه كتولي ساهله باش كطلقوها، كتجي ساهله بزاف. صافي هنا بعد ما غنطلق هنا العجين صافي هنا بعد ما طلقت هنا العجين يعني على الشكل اللي حصلت عليه انا، على هذا القوام اللي بغيت انا، يعني في الرق ديالها. وخديت هنا صفيحه ديال الفرن اللي دهنتها هنايا بشويه ديال الزيت، وغادي ندير فيها العجين اللي طلقت معكم هاد الاولى. وهنا مع تقطعات لي فاش كنت كندهن هنا بالكونفيتير مشات ليا ديك اللقطه. عاد بالي راه كنصور. خديت هنايا 4 المعالق هنا ديال المربى هنا ديال المشماش ودهنت هكا درتها هي الاولى. عاد درت شويه الشوكولاط ورشيتها بشويه ديال الكوك، تقريبا هنا واحد 2 معالق هنا ديال الكوك، ودرت هاد الحبيبات هادو ديال الشوكولاط. وغادي ناخذ دابا العجينه الاخرى حتى هي غادي نطلقها نفس كما طلقت الاولى معكم. نفس هنايا السمك اللي طلقت في الاخرى، يعني ما كنخليوهاش غليظه، ما كنرقوش بزاف. صافي وغادي هنايا نهزها هنا وغادي نديرها هنا مباشره فوق هذيك العجينه الاولى. وكنبقى غادا هكا وكنقاد هاد الاطراف هادو، وهادوك الاطراف اللي كيبقاو اشنو كندير ليهم، كنطويهم لتحت هكا بهذه الطريقه باش ديك الحشوه ديال الكونفيتور وديال الشوكولاط ما تخرجش ليا. كما كتلاحظوا بهذه الطريقه هذه. تبعوا معايا غير هاد الخطوات هادو اللي كندير وغادي تجيكم مزيانه. صافي هنا بعد ما غنكملها هنا كلها وكنقاد هكا الجناب باش يجيني كلشي مقاده، ما تجيش وحده غليظه وحده رقيقه هكا من الجناب ديالها بهذه الطريقه. صافي بعد ما تاكدت انا مزيان صافي القياس هو هذا. خديت انا هاد القطعه هذه ديال البلاستيك وغادي ندير بها الطريقه هذه، هذا الشكل هذا، باش ملي كيطيب لنا البريوش وكنبغيو نقطعوه كتبان لينا يعني هاد الطروفه اللي غادي نقطعو كيجيو مقادين بهذا الشكل هذا كما كتلاحظوا معايا. وهنا راه مازال هنا غنخليها هنا تختمر تقريبا هنا غير هنا واحد 10 دقائق بحال هكاك، نغطيو ونخليها تختمر. وملي غادي تخمر غادي ناخذ هنا واحد الصفار هنا ديال البيضه اللي درت عليها هكا شويه ديال الخل، وغادي ندهن الوجه ديال البريوش. وهنا الفران هنا شاعل، هنا الفران هنا قبل خيتو باش يسخن مزيان على درجه الحراره 180. شاعل عليه من الفوق ومن التحت، غير كندخل ليه داك البريوش صافي كنطفي عليه الفوق وكنخلي عليها غير لتحت حتى كتحمر لينا من التحت، عاد كنشعلها من الفوق. ودائما نديروه في الوسط يعني ما نقربوش العافيه باش ما تحرقش لينا. وها البريوش ها هو اللي حضرت معكم انا دابا. هنا راه جبدتها هنا سخونه، كيف ما كنجبدها هنا سخونه كندهنها هنا بالمربى ديال الكونفيتور كتجي خفيفه بزاف. واحد الملاحظه ملي ندخلوها البنات قبل ما ندخلوها الفران ضروري ما نتقبوها بواحد هكا بواحد العويده داك ديال لي كوردون، ضروري ما نتقبوها به باش ما كتنفخش لينا لداخل. صافي خديت هنايا واحد 2 معالق هنايا كبار ودهنت هكا الوجه ديال البريوش. كتلاحظوا راه باقا سخونه هنايا، دهنتها مازال هي سخونه. انا هنا بعد درت فيها الكوك لداخل، انا غنزين هنا بالكوك، ولا بغيتو ديروها باللوز ايفيلي ولا كاوكاو ايفيلي حتى هي تجي. ولكن هاد المذاق ديال الكوك والكونفيتير بحال كتاكلوا في ديك الحلوه ديال ريشبوند، كيجي واحد المذاق فيها زوين بزاف. ونتمنى ان شاء الله تجربوا وتعجبكم.
وراه هاد سميتها راه كبيره، راه يعني حجم عائلي، وانا متاكده ان شاء الله الا جربتوها غتوليو دائما تصايبوها. وها البريوش ها هو اللي حضرت معكم، كنتمنى ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. انا هنا غادي نقطعها معكم باش تشوفوا كيفاش كتجي من الداخل. ملي كيجي سايح في هذاك الشوكولات والمربى ديال الكونفيتور، كتجي عاطيه واحد المنظر زوين. وما نعاودش لكم على البنه ديالها، وريحه الكوك طالعه ومعايا مازال سخونه. واحد المذاق ما نعاودش لكم عليه كيفاش كتجي. انا كما قلت لكم ان شاء الله غادي ان شاء الله تجربوها، غتبقاو دائما ديروها، وكتجي رطبه وتجي زوينه. وحتى داك المذاق ديال الليمون حتى هو راه كيتواتى مع الكوك، وكتجي هشيشه وتجي رطبه بزاف. وكنقول لكم شكرا لكم بزاف، ونتلاقى معكم في شي اخرى.